موضوع حرام أغلب الناس ما بتعرف. يجي الزلمة يقول لمرته أنت زي أمي أو زي أختي، المرأة تحكي لزوجها أنت زوجي وأبي وأخي وظهري. لا يجوز، ما بصير تحكي لزوجها إنه أنت أبوي أو أخوي، لأنه بصير محرم عليها. كلام الأخت للأسف كله غلط وكله تخبيط فقهي. كلام في الدين والحلال والحرام محتاج تخصص ودراسة، وإلا يبقى افتراء على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لو زوجة بتقول لجوزها أنت أبي وأخي وحبيبي وظهري وسندي وكل شيء ليا في الدنيا، ده مش حرام ولا يدخل أصلا في باب الظهار. الظهار محرم في الإسلام وليه كفارة. وهو أن الراجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يقصد بذلك أن يحرمها على نفسه. يعني زي ما أنا محرم علي نكاح أمي فأنا حرمتك علي كأنك أمي بالظبط. ده شخص ظالم ويحرم ما لم يحرمه الله، وكمان بيقصد الإضرار بمراته وعقابها وتعليقها. أما المغازلة بلفظ الأم والأخت والبنت، أو هي إن هي تغازله بلفظ الأخ والأب، ده شيء تاني خالص مش ظهار، لأن العبرة مش بالألفاظ إنما بالمعاني. فلو واحد قال لمراته أنت أختي يقصد بذلك تحرمها على نفسي فده ظهار وده محرم. لو يقصد ان انت اختي من باب الايمان والاسلام انما المؤمنون اخوة فده معنى صحيح وكلامه مش حرام وكلامه صح. يبقى نفس اللفظ هنا اختلف حكمه بحسب نية القائل. لو واحدة بتغازل جوزها وبتقول له انت ابويا واخويا، او هو قال لها كده، فده مش حرام ابدا، بل ده ياخدوا عليه اجر وثواب. ان هم اولا بيقصدوا التشبيه مش المعنى الحقيقي. دي كمان مغازلة، ولا شك ان المغازلة بين الزوجين بياخدوا عليها اجر، وكل واحد منهم بيدخل السرور على قلب الآخر. ولا شك ان افضل الاعمال عند الله ادخال السرور على قلب المسلم، ما بالك بقى الزوج او الزوج. غير ان حضرتك قلت معلومة محدش من علماء المسلمين قالها ابدا، ان الزوجة لو قالت لجوزها انت زي ابويا فهو كده يبقى محرم عليها. اجماع الفقهاء ان الزوجة لو قالت لجوزها انت زي ابويا حتى لو قصدت بذلك التحريم فانه لا يحرم عليها. ان الطلاق والظهار والرجعة واغلب احكام النكاح انما هي من حق الرجل مش من حق المرأة. فمش جدعانة ابدا اني اوسع دايرة التحريم وضيق على الناس عيشتهم. مش حلو ان الانسان يتكلم في غير تخصصه. كثرة التحريم مش دليل ابدا على قوة العلم، بالعكس والله الموضوع مختلف تماما. قال الامام سفيان الثوري العلم هو الوصول الى الرخصة بدليل من كتاب الله وسنته يؤخذ عن عالم، اما التشدد يحسنه كل احد.